السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، ازيكم يا أغلى وأعز متابعين ومشاهدين. معكم منى عراقي. إن شاء الله نقدم لكم توقعات برج الدلو لشهر أو الباقي من شهر مايو 2022 2023. وأنا آسفة للتأخير يا جماعة واعذروني وبتأسف لكم. لو سمحت، يعني التوقعات دي هي توقعات عامة مش خاصة، ممكن حصولها وممكن لا. وبعد إذنكم ما تنسونيش بترك كومنت أو باللايك والشير والاشتراك في القناة للي أول مرة بيشرفني. ويا جماعة توقعات ممكن تكون يعني توقعات سواء ليك أو لشريك حياتك، يعني ممكن تكون قراءة عكسية يا مولود برج الدلو الجميل. وصلوا على حضرة النبي. اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يلا صلوا على النبي. أنا آسفة للقراية السريعة لأني أنا مش عايزة أطول عليكم، وبعدين بتبقى مشكلة في التحميل بتاعة الفيديوهات والله. شايفاكي شغاله مدرسه ولا شغاله ايه يا انثى الدلو؟ انثى الدلو، في عندك خبر كان معلق في حياتك، بس انا شايفه ان الخبر قطعت الشك باليقين بيه. مولود برج الدلو الجميل، شايفه ان انت بتحلمي بفرصه وبتحلمي بحظ، عندك حظ ان شاء الله. البعض طالع من مشكله وطالع من علاقه، والعلاقه دي كان فيها مشاكل وفيها جرح. شايفه ان انت بتستغيث في قطع لامر ما انت قطعته. شايفه في استغاثه للبعض. مولود برج الدلو حصل فتره يعني او مرحله كانت مرحله صعبه عليه وحاسس نفسه زي الغرقان. البعض مولود برج الدلو شايفه ان انت في عندك حد بيشاركك في اكلك في شربك في معرفش، الله اعلى واعلم، في حد مسيطر عليك او على رزقك وعلى مالك. نصلي على حضره النبي. نبتدي من الاول. شايفه مولود برج الدلو الجميل او انثى الدلو، شايفه ان انت يعني شايفاك ان انت بسم الله ما شاء الله عليكي. شايفه ان انت يعني يا اما انت بتدرسي او ان انت مدرسه، يعني شايفه ان في عندك حاجه انت بتدرسيها او انت مدرسه، بس في عندك نجاح في امر ما، في حاجه انت مقرره الشغل فيها، بس شايفه في عندك فيها نجاح او فيها ترقيه او فيها امر ما، في سعاده بالنسبه لك يا انثى الدلو. شايفه انثى الدلو او راجل الدلو، في شايفه في لم كتير، ناس كتيره، وكان في عندك مشاكل، في عندك امور، في امور اتخذت بحد السيف، في مشاكل كتير، في ناس قطعوا جابوا سيرتك كتير، في ناس بيتكلموا عليكي. شريكك للاسف يا مولود او يا انثى الدلو، شايفه ان في عنده خذلان، شايفه ان كانه مستني حد ياخد له موقف، حد شايفه ان هو يعني كانه متحامي بشويه الناس اللي حواليه دولت اللي بياخدوا له حقه، يعني مستني حد ياخد له حقه، وشايفه ان هو يعني كانه يعني عامل نفسه قوي بيهم هو للاسف. مولود برج الدلو جميل. شايفه برضه للدلو رجل الدلو، شايفه ان انت عايز تاخد موقف في حاجه، عايز تاخد خطوه في حاجه، والخطوه دي متاخر فيها، والخطوه دي شايفه ان في ناس حواليك، ناس مش كويسين ولمة ناس هم اللي كانوا السبب ان انت مش قادر تاخد القرار ده او الخطوه دي. يا انثى الدلو او راجل الدلو، شايفه ان في عندك احلام فيها مشاكل، جايز ان انت تعرضتي لغدر، تعرضتي لخداع، تعرضتي لبعض المشاكل، تعرضتي لخيانه، او جايز يكون حصل لك لا قدر الله خراب لبيتك، انا ما اعرفش، بس واضح ان انت قمتي خضات، فزعات، قلق، تعب، سهر، قله نوم، دماغك مش مريحاكي، عماله وساوس في دماغك، بس شايفه ان انت قيامك من النوم ده معناه ان خلاص بدايه، يعني راحت كل المشاكل دي وراح كل القلق ده، قررتي تقومي، قررتي تاخدي موقف، قررتي ان انت تبتدي، لان واخده موقف في عندك، يعني خلاص انا قررت ان انا ابتدي حياتي في بدايه حياته. شايفه ان انت بتحلمي بحظ في حاجه معينه او شيء انت نفسك تحققيه، او موضوع جايز في دماغك، او شركه او عمل، او الله اعلم جايز يكوني قررتي تكملي دراستك. انا شايفه في عندك تحقيق لشيء وعندك حظ معاكي. بعد مولود برج الدلو، شايفه ان خد بالك من قراراتك، خد بالك من اندفاعك، شايفه ان في عندك غلطه الشاطر بألف، عندك اندفاع في قرار، عندك خطوه انت مش باصص وراها. شايفه ان احيانا يا مولود الدلو، شايفه ان احيانا بيبقى عندك تصرف بحماقه، انثى او رجل الدلو او شريكك، الله اعلم، القراءه ممكن تكون عكسيه، في حماقه في الموضوع. البعض من الدلو مقرر رحيل او قرر سفر او قرر قطع علاقه، بس قررها في وقت يعني وقت غضب، وقت هو يعني خد نفسك وقرر اللي انت عايز ايه من غير ما تبقى من غير اندفاع، يعني واضح ان في اندفاع، في غضب، في قرارات تاخدها في غضب. بعد مولود برج
الدلو شايفه ان في عندك نجاح في حاجه، في عندك امر بدا فيه ازدهار، بدا الدنيا معاك. شايفه الناحيه الماديه شويه انت جايز تكون احلامك ماديه شويه يا مولود برج الدلو، بتحلم بعمل، بتحلم بشركه، بتحلم بشيء، بتحلم بحاجه في دماغك، الله اعلى واعلم. وشايفه ان انت كانك كنت بتستغيث، او احلامك كلها عن الموت، عن الغرق، عن تعب، عن امور ناس بتتفرج عليك، دي كلها كانت احلام او اوهام في دماغك. دايما بتحلم بالناس بتتفرج عليك، بتحلم ان انت بتغرق، بتحلم ان انت ناس عماله بشمتانه فيك، بتستغيث. حاسه ان انت من كتر الامور اللي تعرضت لها، والطعن والغدر والامور والخسه والخيانه اللي تعرضت لها يا غدر يا مولود برج الدلو، فشايفه ان انت كانك واحد كنت بتستغيث طول الوقت، نفسك حد يمد ايده ليك وينشلك من اللي انت فيه ويقومك من الطاقه السلبيه اللي انت فيها. وشايفه ان الامر كان معلق، وموضوع كان معلق، بس انت قررت خلاص الامر بقى على ارض الواقع. يعني انت لمست برجلك الارض يا مولود برج الدلو، يعني خدت قرار خلاص. وشايفه ان رغم ان انت التعب والقلق والقله النوم والسهر والغدر اللي تعرضت له، بس انا شايفه شباك بيتك يعني لسه في نور، لسه في امل، لسه في خير. لسه انا شايفه ان كمان في عندك اما بتحلمي بفارس اللي يجي يخلصك، او من المنقذ اللي يخش على بيتك، او بالعوده والرجوع. لو بتسالي على عوده ورجوع، البعض عنده عوده ورجوع. ولو بتسالي في ترسيم لعلاقه، البعض عنده بدايه جديده وخطوه جديده، وفارس داخل على بيت الجديد، او انسان في عندك ترسيم لترسيم لعلاقه للبعض منكم. والبعض شايفه ان في عندك عزه يا دلو، رجل الدلو، عندك رفعه شأن، عندك عزه، عندك وصول لهدف، عندك وصول لامر انت تعبت من اجله، تعبت وشقيت عشان توصل للهدف ده. وشايفه ان انت عندك علو شأن، عندك عزه، عندك شماخه، عندك رفعه. طبعا الحصان او الفرس في واضح طبعا هو بيبقى عز، واضح ان هو بيبقى خير، واضح بيبقى علو شأن، واضح كلمتك هي الاعلى، واضح ان انت جايز يكون نقله في عمل جديد، والعمل ده هيسمع. شايفه ان انت بتحلم ببيت، او داخل على بيت، او داخل على اسره، او داخل على حياه جديده، او داخل لترسيم علاقه. في عندك حاجه بتحلم بيها، فيها فرحه، فيها كبرياء، فيها شماخه، فيها عزه ورفعه راس. وشايفه او عوده برجوع، عودة، بس عودة وانت منتصر. شايفة البعض مولود برج الدلو، شايفة ان في عندك حد متدخل في حياتك يا مولود برج الدلو، او انت بتنفق على حد في اسرتك. جايز يكون عندك زوجتين، جايز يكون انت بتنفق على الله اعلم يعني على والدتك، على حد في اسرتك او حاجه. في انفاق، في انفاق، في ايدك موجوده في انفاق، او احلامك في مشكله عندك من الناحيه الماديه، مستني امر ما من الناحيه الماديه مولود برج الدلو. وفي عندك حد متحكم شويه في الناحيه الماده او حاجه، او في او حد كبير في حياتك نائل همك، نائل همك يا دلو. ففي عندك حد دايما مستني اخبار تسعده، مستني ان يشوفك فرحان، مستني يشوف نقله عندك في بيتك، او نقله عندك من الناحيه الماديه، او نقله عندك جديده تفرحك يا مولود الدم. شايفه عندك جامعه بارتباط، باقتران، بترسيم. والبعض طالع من ورطة ومن مشكلة يا مولود الدلو، سواء أنثى أو رجل، طالع من مشكلة ومن ورطة ومن أزمة ومن ضيقة ومن شوية أمور سببت لك في قلق وقلة نوم وتعب. وشايفة إن أنت اكتشفت حاجات، وفي شيطان كان بسبب العلاقة اللي كنت فيها يا دلو، وجايز يكون انت اكتشفته وانت عرفته. يعني في ودخلات طاقة شيطانية، بس شايفاك انت في عندك نصر على عدو، او انتصارات، او انت في يقظة يعني من امرك، وعندك في طلعة من مشكلة وطلعة من ورطة، رغم وجود الشيطان اللي بيحاول، وهو لسه ما زال موجود. يعني خد يقظة وخد حذرك يا دلو، لان لسه ما زال موجود. اهو اتعمل لك سحر يا دلو، بعد مولود برج الدلو واقع عليك سحر، سحر تفريق، سحر تفريق بينك وبين شريكك، سحر وقف حال، سحر مشاكل، بما ان الاستغاثه وقله النوم والتعب، سحر بالتعب وبالمرض، وسحر بالالم، سحر بقله النوم، سحر بيصد بينك وبين الناس، او سحر بينك وبين شريكك، الله اعلى واعلم. بس وفي عندك سحر يا دلو، وشايفه الطاقه الشيطانيه طاقه سحر. شايفه اهو عندك رجعه، يعني اهو ده اكيد ان في عندك رجعه ان شاء الله، ربنا غالب على امره ان شاء الله. شايفه يا دلو او رجل الدلو، شايفك ان انت حنون جدا، انت انسان دايما سخي، انسان حنين جدا، وبتحب وبتعشق تربيه الحيوانات.
بتعشق بتحب تربي القطط الكلاب ليك فيها، وشايفاك ان انت حنون، شايفاك ان انت ايدك ممدودة دايما في خير، في خطوة جديدة، شايفة ان في رزقك تحت رجلك ان شاء الله، في مرحلة فيها رزق يا مولود برج الدلو الجميل، شايفة ان داخل على مرحلة حلوة يا انثى الدلو. شايفة ان في عندك يا دلو، شايفة ان البعض اللي حصل له سحر، حصل لك سحر في اكل، كلت وشربت يا دلو، لما ايه وقف في زورك من كتر ما كلت وشربت. شايفه ان عمل لك سحر، وتعمل لك سحر في اكل وشرب يا دلو، واللي عمل لك السحر منك وبيك محدش غريب عنك، يعني ممكن يكون من بيتك من دارك قريبه منك، بتخش وتطلع براحتك، او انت بتخش وتطلع عندها، سواء انثى بقى او رجل الدلو، الله اعلى واعلم، يعني ربنا يدمرهم ويرد كيدهم في نحورهم جميعا. شايفه عندك خروج من كل ده. البعض من انثى الدلو شايفاكي طالعه داخله على مرحله جديده، مرحله يا اما ليكي في الحس الفني، بتحبي تعملي مثلا بتنظمي حفلات، بتنظمي رحلات، بتنظمي عندك مثلا لسبوع، لاعياد ميلاد، لحاجه ليكي في الحس الفني شويه والجمالي، والدلو طبعا هو ليه في الناحيه الجماليه والناحيه الحلوه. وشايفه ان انت بترتبي في بيت، بتغيري في الستاير، بتغيري في ستايلك، بتغيري في شيء، في مرحله داخله عليها فتحه، يعني كانك يعني مستقبلاها بفرحه، يعني في استقبال لمرحله جديده في حياتك، بتغيير كلي كامل وجزئي عندك في حياتك. والبعض ليه في الحس الفني، في يعني جايز يكون عندك صفحه على السوشيال ميديا، عندك مثلا بتحبي تنظيم اللي هي حفلات السبوع، حفلات مش عارف ايه، بتعملي الحاجات اللي فيها الحاجات اللي هي الجميله، يعني اللي هي الزينه والحاجات دي. شايفه يا دلو، شايفاك ان انت بتفكري كتير انثى الدلو، شايفه ان انت بتفكري لسه ما زلت الماضي شدك، ولسه ما زال الماضي بيبص عليكي، والعلاقات الثلاثيه اللي اتطعنتي واتغدرتي بيها، نايمه صاحيه قايمه قاعده بالكتير بيجرك الماضي للي انت بتفكري فيه، على الرغم ان انت خلاص وقررتي ان انت تقطعي العلاقه دي، بس ما زلت لسه بتفكري في الماضي، وفي ناس بيبصوا عليك. بعد مولود برج الدلو يا اما رافع قضيه، يا اما هو اوريدي محامي، او هو كاتب او صحفي او محاسب، او ليه في الورق محاسب مثلا جمارك، محاسب الله اعلم، محامي الله اعلم ايه، او البعض عندك قضيه ورافعها في محامي انت ممسكها له يا مولود برج الدلو. شايفه ان في اوراق فعلا مفتوحه اهو يا دلو، في اوراق، في عندك امر ما، في يعني حاجات عقود هتتمضي هتتكتب في اوراق، في مرحله جديده داخل عليها باوراق. والبعض عندك خروج من علاقه يا دلو، بعضكم طالع من علاقه خارج منها، او راجل الدلو كنت في علاقه، العلاقه دي كان فيها شويه مشاكل، او ان انت ما صدقت خرجت منها يا دلو سالم غانم، شافك طالع وهربان خلاص، مش هتبص وراك تاني. عندك فرحه يا انثى وراجل الدلو، عندكم فرحه بجمع او ترسيم علاقه او حفلات او شيء في بيتك فيه فرحه، او جمعه في بيتك، او عزايم، حاجه فيها فرحه، حاجه فيها البعض لو عايز عوده فعندك عوده ورجوع، والبعض لو ترسيم علاقه في ترسيم علاقات، في فرحه، معلش انا اسفه لسرعه الكلام، وفي عندك فرحه ان شاء الله، في جني للثمار، جني للتعب والشقه اللي انت شقيتيه والتعب اللي تعبتيه. انا شايفه في عندك جني، بعض عنده نجاح لبعض التلاميذ او الطلبه، والبعض انا شايفه في عندك نجاح امر، وانا قلت اداله عنده الحس الفني، بيحب الموسيقى، بيحب الرسم، بيحب الحاجات الفنيه، الحاجات الجميله، او هو شغال فيها. انا شايفه ان في عندك جني لثمار، فيها خير، فيها رزق، والبعض مستني خبر لحمل عندك اكيد ان شاء الله، وطبعا العلم من رب العالمين ان مستني خبر لحمل، او رجوع لبيت، او شراء بيت، او نقله جديده. والبعض بيدور على سفر، عندك سفر او عندك على حسب نيتك، فالورقه بتحمل حاجات كتير ومعاني كتير يا مولود برج الدلو. عندك فرحه وجمعه، هو عزايم في بيتك يا دلو، وسكت الكلام بعدها خلاص انتهى الامر. فشايفه ان انت في عندك فرحه، في لمه، في عزومه، بعد ما كانوا واقفين لك يعني يا دلو واقفين لك على الغلطه وعلى الواحده، وكانوا بيقطعوا بيك بالسكاكين وجايبين سيرتك كتير، وشريكك مبهدلك او مقطع في كلام بالكتير في حقك يا دلو، ومش قادر ياخد موقف، وبيتفرج عليهم هم رايحين وراك وبيتكلموا في حقك. بس انا شايفه ان انت في عندك جامعه، في عندك نصره، سواء انثى او راجل الدلو، في فرحه بتمام امر عندك ان شاء الله. ودي كانت قرايتك يا دلو.
شكرا شكرا، وما تنسونيش بترك كومنت والاشتراك اللي اول مره بيشرفني، وتفعيل زر الجرس على علامه الكل، واللايك يا جماعه لو سمحت. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.